رسالة مني لياسمين عز. ياسمين عز، ارحمينا شوية، ارحمينا يا ياسمين يا عز شوية، ارحمينا الله يبارك لك. يعني احنا قعدتي بقى تقولي الصوت الشتوي والصيفي والنحنحة وتخنفي وانت بتكلمي جوزك. هنفوت كل ده تمام. ما بتقوليش حاجة وحشة، بتنصحي الستات انها تتعامل مع رجالتها تمام كويس، وتخلي بالها من جوزها وتدلعه وتعمل له وتبقى حلوة تمام، انت كده تمام قوي. لكن اللي مش تمام بقى انك تقولي كلام وترجعي في تاني. يعني ايه عايزه الستات تدلع رجالتها وتخلي بالها منهم وبتقولي لهم ما تعملوش بروتين؟ ما يعملوش بروتين ازاي؟ عايزاهم يفضلوا بالاناناسه؟ انت بتقولي عاملين اناناسه طول عمرنا اناناسه. طب انت الاناناسه بتاعتك فين؟ ما انت اناناستك شلتيها. مش عايزه الناس تشيل الاناناسه اللي عندها ليه؟ وبعدين انت بتقولي انت شلت الاناناسه اللي عندك، مش عايزه الناس تشيل الاناناسه اللي عندها ليه؟ يعني هو كل همك البطه بالبرتقال؟ بط بالبرتقال تمام. طب انت لما الواحده تعمل بقى صينيه البط بالبرتقال كده لجوزها وتقدمها له، ويجي ياكل البط بالبرتقال كده يرفع راسه يلاقي الاناناسه، هيجيله نفس ياكل؟ مش هيجيله نفس ياكل. وبعدين انت جبتي منين ان البروتين مضر لصحتك وصحه جوزك؟ هي هتاكله ولا هتشربه؟ هي حطته له مع البرتقال مع في الصينيه البط بالبرتقال، حطت له البروتين في البط والبرتقال، حطته له عشان هو كمان ينضر؟ تكلمي كلام معقول. يعني انت عايزه في ايه الناس تخلي بالها وتدلع رجالتها، وفي ايه انها بلاش عشان ما تضريش لنفسك وتضر جوزك؟ ضرت جوزها في ايه هي؟ طب ضرر على عندك دليل، عندك معلومات؟ انت عارفه انا مبسوطه فيكي بس عشان معظم الناس اللي بترد عليكي حاليا رجاله مش ستات. انا بس عشان طلعت لان موضوع البروتين ده بقى يعني ايه، يعني زعلني شويه. يعني ايه ما الناس ما تعملش بروتين؟ انت جايه على الست اللي غلبانه اللي كل حلمها تروح البيوتي سنتر تعمل شعرها بروتين، تعمل تنظيف بشره، حاجات بسيطه جدا، مره كل كام سنه على ما بتعملها، مش مره، مش كل يوم زي ما انت ما بتطلع ما يعني ما طول النهار الميك اب في وشك، والشعر اللي انت لابساه ده باروكه ولا انت مركبه شعر، ولا ده بروتين، ولا ده بط بالبرتقال لما اكلتيه عمل شعرك ناعم كده وحلو؟ ايه يا ياسمين، ايه ارحمينا شويه. يعني البط بالبرتقال ده جميل، ما قلناش حاجه، بس ماله ومال الفرد، ماله ومال البروتين، ماله ومال يضر الصحه؟ انت خليتينا ما عدناش عارفين نرد عليك ونقول لك ايه. بجد ما عدناش عارفين نقول لك ايه. ادخلي على كل بوست انت بتنزليه اقرأي التعليقات اللي مكتوبة. انا بتاع البروتين ده بالذات ده اللي دخلت على التعليقات بتاعته. في دكتورة تغذية قالت لك انت جبتي الكلام ده ازاي؟ انا دكتورة تغذية وما فيش الكلام ده. طيب الناس اللي بتقول لك يعني انت الوقت بتقولي لنا نبقى حلوين وفي ايه ما نعملش الشعر، يعني قولي الكلام وخليك يعني امشي على خط واحد. ما تقوليش خليكوا حلوين ودلعوا وما تعملوش بروتين. طب انا دلوقتي شعري مجنون، شعري كيرلي، شعري اناناسه، وعايزه ابقى شكلي حلو. هيبقى لوحده كده لما اكل البطايه؟ استحاله. لازم اعمل البروتين يا ياسمين يا عز، وهنعمل البروتين وهننزل كل يوم على الصفحه البروتين والستات الحلوين اللي جت تعمل بروتين عشان تبسط رجالتها وتدلعهم. وخليكي انت في البط بالبرتقال بتاعك يا ياسمين يا عز.